ازيكم يا جماعة؟ بعد حظر 5 سنين ومشاكل اللي بين ابل وايبك جيمز، فورتنايت رجعت اخيرا للاب ستور، والناس بتسأل هي رجعت ازاي ورجعت ليه دلوقتي. خليني احكي لك القصة من الاول خالص، وكمان مشكلة ان اللعبة مش بتظهر عندك على الاب ستور، وفي ناس بتقول ان هي مش موجودة. هقول لك ازاي تنزلها على طول وتظهر لك عادي في الاب ستور. يلا بينا نخش في الموضوع على طول، يلا بينا. في 2020 ايبك جيمز نزلت تحديث للعبة فورتنايت بتسمح للاعبين يشتروا من جوه اللعبة نفسها مباشرة من غير ما ابل تاخد نسبتها من الارباح، والنسبة بتاعتها عامة بتبقى من 15 ل 30% من ارباح الشركة. طبعا ده خالف سياسات ابل، وابل فورا حذفت اللعبة من الاب ستور وتحولت لخلافات كبيرة ما بين شركة ابل وايبك جيمز. بس ايبك ما سكتتش وعلى طول رفعت قضية من هنا على ابل بحجة حرية المطور وسياسة ابل المحتكرة اللي هي بتاخد نسبة على الارباح بتاعتها. بس ايبك ما سكتتش ورفعت قضية على طول فورا على ابل بحجة ان المطور ليه حرية وان هو يعمل اللي هو عايزه، بعيدا عن احتكار ابل وسياستها اللي هي يعني بيقولوا عليها انه ده احتكار وبلطجة يعني. بعد سنين بقى من القضايا والكلام ده كله والمحاكم وابل وايبك جيمز والليله دي كلها، الاتحاد الاوروبي فرض قوانين على ابل صارمه ان هي تسمح للمستخدم ينزل تطبيقات من بره الاب ستور، يعني من متاجر خارجيه. ودي حاجه بصراحه نفسنا فيها كلها، مش في الاتحاد الاوروبي بس. وده فتح الباب بقى ان فورتنايت ترجع تاني، لكن بره الاب ستور، يعني عن طريق موقع ايبك نفسه كنت بتنزلها. لو انت عايش في دول الاتحاد الاوروبي تقدر تعمل ده كله عادي وتنزل فورتنايت من بره الاب ستور عادي جدا. لكن في ابريل 2025 شهر 4 اللي فات، المحكمة الفيدرالية حكمت على ابل انها انتهكت امر قضائي قبل كده، واللي هو ان هي مش بتسمح للمطور، زي ما قلنا ان ايبك قبل كده اشتكت ان هي مش بتاخد الحريه بسبب احتكار ابل. الحكم ده اكبر ابل او لوى دراع ابل ان هي ترجع اللعبه تاني للمتجر الامريكي. وهنا امبارح اللعبه ظهرت للمتجر الامريكي بعد ما ابل حظرت اصلا، بعد ما صدر الحكم ده ابل الاسبوع اللي فات حظرت اساسا اللعبه من الاتحاد الاوروبي ومن امريكا ومن كل دول العالم. يعني دلوقتي اللعبه موجوده في متجر الاب ستور في الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي فقط. بس دي الاخبار اللي صدرت امبارح عن ابل وايبك جيمز، وايبك جيمز انتصرت في الاخر ولعبه فورتنايت زي ما انت شايف قدامك كده قدرت انزلها عادي زي ما انت شايف اهو. اقدر دلوقتي العبها عادي بكل سهوله. ازاي بقى احملها وطريقه التحميل؟ خلينا نبدا كده. ان انت عشان تحمل اللعبه لازم المتجر بتاعك يكون امريكي، يعني يكون ولايات متحده، يعني تكون حاطط اللوكيشن على الولايات المتحده. ازاي اعمل كده؟ اول حاجه بتخش على الاعدادات، تاني حاجه بتخش على الاي كلاود، شايف اللي هو ده. بعديها بتخش على الاب ستور وتعمل فيو اكونت، تشوف الاكونت بتاعك، هيطلب منك الباسورد طبعا. بعد ما بتدخل الباسورد تقدر تعمل او تغير اللوكيشن بتاعك زي ما انت كده شايف اللوكيشن اللي هو ده الموقع يعني او المنطقه بتاعتك. تقدر تغيرها عادي وبتختار الولايات المتحده لو انت باللغه العربيه، او يونايتد ستيتس، يعني تنزل تحت خالص كده عند حرف اليو وبنختار الولايات المتحده. بيبدا يعرض معاك زي ما انت شايف كده الواجهه دي بتخليها نون او اللي هي بدون اي رسوم او فيزا والكلام ده، بتخليها عادي بدون فيزا. هتلاقيها ظاهره معاك هنا عادي ما تقلقش. وبتدخل المعلومات ده وبتدخل الزيب كود، تختار نيويورك اهم حاجه وتدخل الزيب كود 1 3 صفار 1 وبتكتب 1 2 3 4 5 6 وبتدوس زن. وبكده عملت حولت الحساب الامريكي وبكل سهوله بدون اي مشاكل. تخش عادي على الاب ستور، بتكتب هنا بقى فورتنايت عادي جدا، هتلاقيها ظهرت عندك فورتنايت. تلاقي زي ما انت شايف كده ظهرت عندك على طول في الاب ستور. مش هتلاقي اللعبه غير في المتجر الامريكي زي ما قلت لك، ولازم تحوله بالطريقه اللي انا قلت لك عليها دي، ومفيش اي مشكله، ما تقلقش من اي حاجه. المتجر الامريكي بيبقى شامل جميع التطبيقات وبيبقى على طول هو ليه الافضليه ان التطبيقات بتوصل. نيجي للموضوع الاخير وهو اختصار السرقه. في حد اشتكى لي ان لو حد مثلا عمل وضع طيران وداس كانسل خلاص الاختصار ما اشتغلش وعادي يقدر يكمل الليله بتاعته. فهو عنده حق في حته زي دي الصراحه، ان هو ممكن ما يدخلش باسورد او باسكود او اي حاجه وعلى طول يدوس كانسل ويكمل تصفح على التليفون. عنده حق. بس انا عدلت الاختصار ده وخليته يشتغل على طول بدون باسكود او بدون اي حاجه، على طول مجرد ما بيعمل بس غلطه ان هو يدوس على وضع الطيران الموبايل بيقفل على طول.
الموبايل بيقفل لوك سكرين، بيقفل كل حاجه. بس قبل ما تخش على الاختصار ونعدل ونشوف هنعدله ازاي او نضيفه ازاي او نشغله ازاي، لازم تعمل خطوه، وهي تخش على الاعدادات وتخش على الفيس اي دي وتدخل الباسورد بتاعك، وبتنزل تحت كده يا باشا تقفل حاجتين، اللي هو الكنترول سنتر، اما الجهاز بيبقى لوك محدش يقدر ينزل الكنترول سنتر، وكمان تقفل الاكسسوارز اللي هو ما يوصلش الكيبل بالكمبيوتر عشان ما يعملش اتصال بالايفون ويقرا الملفات اللي عندك او يتصفح فيه. تاني حاجه بتخش على الاختصار وتدوس على الثلاث نقط دي، وبتنزل تحت كده السند بتاعت الواتساب اللي هي بتاعت الواتساب، وبتلغي الاسم ده وبتدخل الشخص اللي انت محتاجه يبعت له الرساله. فبتكتب هنا اسم شخص انت مسجله عندك على التليفون، فهو على طول بيترجم ان ده الشخص اللي هيبعت له الرساله او اللوكيشن بتاع الجهاز. عامه بعديها بتخش على الاوتوموشن اللي هو اللي في النص دي، وبتدوس على علامه الزائد، وبتكتب هنا وضع الطيران او الاير بلان، وبتختار ان ما يبقى مفتوح، نختار الاون، وبنعمل تاني خيار وبندوس نيكست، وبتختار الاختصار بتاعنا اللي هو ده اللي احنا لسه عاملينه. فهو كده خلاص عملوا لك، مجرد اللي انا بس ما اعمل كده وضع الطيران الجهاز قفل وبعت اللوكيشن. الميزه بقى اللي انا قلت لك ليه تقفل كنترول سنتر، عشان ما يعملش وضع الطيران تاني والجهاز يفضل على كده، فعلى طول قفل وضع الطيران وشكرا كده، الجهاز محتاج الباسورد عشان يفتح. دي ميزه كويسه، والميزه الاهم ان هو بيبعت لك اللوكيشن على طول فورا بمجرد ان هو داس بس على وضع الطيران بالغلط. وبس كده، ده فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وقول لي في الكومنتات هتلعب فورتنايت تاني ولا كنت بتلعبها اصلا ولا لا، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس. اشوفك الحلقه الجايه، السلام.